كل واحد فينا عنده ذكريات جميلة لما بنفتكرها بتدينا كده طاقة كده إيجابية. وكتير مننا بيعيش على الحنين على الذكريات الحلوة دي، إن إحنا لما بنفتكرها بنقول الله الله على الناس الجميلة اللي إحنا قابلناها وحبيناها، والله على الناس اللي كانت بتحبنا، كانت بتتعامل معانا إزاي. فعلا أيام جميلة جدا. وبتفتكر كمان الموقف اللي انت اتصرفت فيه بالتصرف الفلاني، وكان رد الفعل ماما وبابا في حياتك كان عامل ازاي. فعلا بتحس انت قد ايه انت كنت قوي وكنت قادر، وكان كل الناس اللي حواليك كانوا بيشجعوك ازاي. الله على الايام الجميلة دي. يعني بصراحة كل واحد فينا لما يفتكرها تحس كده ان هي ممكن تكون بتهون كتير جدا من ألم الحياة ومن ضغوطات الحياة. بالعكس بقى، اما الذكريات الوحشة امحيها تماما من ذاكرتك. ما تحاولش حتى تفتكرها، حتى لو كان بينك وبين نفسك. ما تقولش هو انا ازاي اتصرفت في التصرف ده، ازاي الناس اللي معايا ما حبونيش كده، ازاي كان رد فعلهم كده. لا، طول ما انا هفكر في الحاجة اللي كانت فعلا مضايقاني عمري ما هتبسط في حياتي. لا بالعكس، انا افكر دايما في الحاجة الجميلة اللي كانت بتديني طاقة كده ايجابية، وكانت بتخليني انسان تاني خالص. وكذلك لازم افتكر كويس جدا ان طريقة تعاملي مع ولادي دلوقتي في يوم من الايام هتبقى عندهم ذكريات. تفتكر بقى وتحب انت ولادك يفتكروك بالذكريات الحلوة، ولا الذكريات لا قدر الله ما تبقاش وحشة. احنا لازم ناخد موقف من ولادنا، ولازم نعلمهم يتصرفوا ازاي بده او بده. دايما افتكر ان هم في يوم من الايام ده هيكون عندهم في الذاكرة وهيفتكروني. ودايما لازم ابقى عارف كويس جدا ان انا بتعامل مع بني ادم. ما ينفعش ان انا اضرب ولا اهين ولا اعلي في صوتي في اي وقت كده من الاوقات كده وخلاص. لا، اختار بنفسك الطريقة اللي تحب فيها ولادك يفتكروك بيها. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات. أشوفكم في الفيديو الجاي.